ربنا قادر على كل حاجة. عايز مية ومش لاقي، اضرب الصخرة تطلع مية. ايه يا رب الحكاية دي؟ اترمي في جب الاسود، الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. الله قادر على كل شيء. يقول لك يترمي ال3 فتية في اتون النار. ايه يعني اتون النار؟ ده اتون النار ده يخوف العيال الصغيرين، لكن عند ربنا امشوا جوه اتون النار ولا يجرى لكم حاجة، ولا رائحة النار تبقى في ملابسكم، ولا يشيط جزء من نسيج ملابسكم، ويتمشى معهم كده. ايه قدرتك يا رب العجيب؟ يبلعك الحوت ولا تموت، مش هيجرى حاجة. والحكاية بعد شوية تفوت وتلاقي الحوت رماك وطلعت تمشي وراه. يهجم عليك الناس، يشق لك في طريق في البحر، تمشي جوه في البحر والموج على يمينك وعلى شمالك. ايه ده يا رب؟ ربنا قوي في كل حاجة، قدرته تفوق الوصف. بطرس لما لقى المسيح ماشي على المية قال له امشي معاك، قال له تعال، لقى نفسه ماشي على المية، بص للموج هايج خاف. قال له بتبص الموج؟ بص لي انا. ما تبص الموج تخاف، لكن تبص المسيح ما تخافش. مد ايدك مشيها على المية. ايه دي؟ قادر على كل شيء. ما دام انت مع ربنا ما يهمكش ابدا. زي المرأة اللي قالت ألمس ثوبه يجف الدم النزيف اللي بقاله 18 سنة، مجرد لمس الثوب. ازاي؟ قوة عجيبة خرجت منه. قدرة ربنا غير محدودة، عشان كده بنقول القادر على كل شيء. لذلك احنا نطمئن لله القادر على كل شيء. يعني لو تعبت من اي حد تقول ايه يعني؟ فلان ده جبار وذو بأس شديد، تقول ربنا اعظم منه يروح فين؟ يا ما دقت على الراس طبول، يعمل ايه ده؟ لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. ولا يجرى حاجه ما دام ربنا معانا. يقول لك ايه؟ نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجوم. العصفور يقدر يكسر الفخ؟ ما يقدرش، ده بيتكسر بقوه علويه جايه من فوق. لما ربنا مسك في ايد بطرس مشاها على الاموات. لما الملاك مسك في ايد لوط خرجوا من سدوم. قال له يا رب خلي ايدك معايا. ما دام انت مع ربنا تشعر بانك في حماية هذه القدرة العجيبة. يرسل ملائكته فيحملونك على ايديهم لئلا يعثر بحجر رجلك. يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات، اما انت فلا يقتربون اليك. دي القوة العجيبة بتاعت ربنا. عشان كده اللي يمشي مع ربنا ويكون مؤمنا ايمانا حقيقيا بقدرة الله لا يخاف ابدا. ما دام انت مؤمن بالله وبقدرة الله لا يمكن تخاف. تخاف من ايه؟ في حد اقوى من ربنا؟ مفيش. ما تخافش ابدا. قدرة الله فائقة تشمل كل شيء. لذلك لما انت تكون في حماية اله قادر على كل شيء تشعر بالاطمئنان. تشعر بالاطمئنان. وربنا ده طيب جدا، تطمئن الى عمله معاك وتنبسط. الله الذي يهتم بالعالم كله حتى الأشرار، صدقوني، يمطر على الصالحين والطالحين ويشرق بشمسه على الأبرار والأشرار. يشبع كل حي من رضاه، حتى شعور رؤوسكم محصاة، لا تسقط شعرة واحدة بدون أبيكم. انت تطمئن إلى قوة الله، وتطمئن إلى أن قوة الله ممتزجة بمحبة الله وبرعاية الله وبعناية الله وبحفظ الله. ما دام انت في حفظ وعناية اله قوي ولا يهمك. هي الحكاية بس عايزة ايمان، وعايزة ثقة بربنا، وعايزة معرفة بربنا، ومعرفة بقدرة ربنا، ومعرفة باهتمام ربنا.